محمد أهشطان، كاتب العام نادي دريم تيم تطوان. سي محمد، لاحظنا اليوم كانت مباراة قوية مع الجيش الملكي. في نظركم قراءة تقنية للمباراة؟ قراءة تقنية للمباراة كما لاحظتوا أن فريق دريم تيم في بداية اللقاء كان ند للند مع فريق الجيش الملكي. نقدر نقول لك أن هذا خلال أطوار الماتش كله يعزى إلى أن اللاعبين من حيث الثروة البدنية كاين تدريب حاليا كيتدربوا على لا كونديسيون فيزيك. يعني او نيفو دو لا كونديسيون فيزيك اللاعبين الحمد لله كانت اون بريباراسيون، وكنظن بان هذا هو اللي خلى اللاعبين يكونوا في المرتدات الهجوميه يكونوا افضل من الفريق الخصم. غير ما استمرش هذا الامر هذا الى في اطوال الشوط الثاني اللي خلى الفريق الخصم انه ينتصر علينا ببعض النقاط في غمار المقابله. الشوط الاول سال بالتعادل اللي هو 11-11. مع بدايه الشوط الثاني شفنا تراجع ديال فريق دريم تيم تطوان. علاش؟ اذا عملنا قراءه في المباراه السابقه وهذه المقابله هذه كنلاحظوا ان فريق دريم تيم اما كينتصر في الشوط الاول او كيتعادل في الشوط الاول وكينهزم في الشوط الثاني. هذا يعزى اما الضعف ديال التجربه، نقص ديال التجربه ديال اللاعبين. والحمد لله حنا فريق جديد في القسم الوطني الممتاز ولعبنا ضد فرق قويه وعتيده وقديمه في القسم الوطني الممتاز، حسنيه قرسيف والجيش الملكي اللي عندهم لاعبين ذوي خبره، واللاعبين ديالنا كيتعلموا من خلال المقابلات القديمه. سي محمد، تقدر تقول لنا شنو هما المشاكل الا كانوا شي مشاكل كتعانيوهم في الاستعدادات ديالكم للبطوله؟ دائما المشكل الوحيد اللي كيأرق جميع الانديه هو المشكل المالي، لان لابد نقولوا بان فريق دريم تيم حاليا كيعيش ازمه ماليه خانقه، ولولا جهود ديال الاخوان اللي في المكتب المسير لما لاحظنا نادي دريم تيم كيلعب هذه المقابلات. يعني سافرنا الى الحسنيه الى قرسيف بالرغم ان النادي عليه مديونيه ديال السنوات الفارطه. حنا كنقولوا للجهات المختصه، كنقولوا للجهات المسؤوله على المدينه وعلى المنطقه عموما انهم يدفعوا بهذا الفريق القدام، والا الى متى غيبقى المكتب المسير هو اللي كيتحمل الاعباء ديال تسيير هذا النادي. حنا يمكن يكون عندنا جهد معين، قدرات معينه، ممكن اننا في الماتش الجاي الماتش اللي بعده ممكن توقفوا. لهذا كنتمنى من السلطات المسؤوله في المدينه ولا في جهه طنجه تطوان، مجلس الاقليمي، المجلس البلدي ولا جهه طنجه تطوان، انها تسرع انها تصدر منح للفرق اللي كتشرف المدينه. راه حنا الحمد لله راه الفريق الثاني او حنا جوج الفرق في المدينه اللي كنمثلوا مدينه تطوان في القسم الوطني الممتاز، وهذا مفخرة للمدينة. وكنا الفريق اللي فاز بالبطولة السنة الماضية. كنتمنوا أن المسؤولين يردوا البال لهذا الفريق ويشوفوا بأن راه الوليدات اللي كيلعبوا راه الوليدات ديال المدينة، ما كاينش حتى شي لاعب من يعني مستقدم من فرق أخرى. هذا سياسة كينهجها الفريق، ولكن راه ممكن إذا بغينا نعزوا الصفوف ديال النادي، إذا بغينا نقولوا الكلمة ديالنا، راه ضروري نعيدوا النظر في الاستراتيجيه اللي كنهجوها باش نحققوا نتائج ايجابيه ونعليو بالمدينه ديالنا. سي محمد، نتمنوا فريق دريم تيم النجاح ان شاء الله والتوفيق والسعه. كنشكروا منبر اسرار الشمال على هذا اللقاء وحظ موفق.